الاثنين مهملين، اثنين يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ان عشان بيتسابق عشان خاطر 100 جنيه ولا 100 جنيه زياده ولا 200 جنيه في نقله، يقوم يضحي بطالبه واقفه في قلب المحطه جوه، ودي محطه ركاب. محطه دي لو في وقت، لو بدري ساعه عن الميعاد ده المحطه دي بيقف. خلي اللي مات ده واحد يعني شاب بيجري على اسره. ما احنا عندنا اسر في البلد هنا يتامى كتير وما فيش فيها راعي الا سبب من اسباب ربنا، واحد بيصرف عليهم. خلي ان ده سبب من الاسباب بتاعت ربنا اللي بيصرف على بيت زي ده يتيتم ويضيع عشان خاطر واحد مهمل زي ده. وفي الاخر يتقال بعض الكلام، يتقال لك ده ممكن هتتعمل قتل خطا. قتل خطا ازاي؟ قتل خطا ده اللي انا اعرفه لو انا بعدي طريق وعربيه خبطتني، او انا بعدي من على الدائره وعربيه خبطتني، ده قتل خطا. لكن قتل خطا اما اخش عليك وموتك في مكانك وانت قاعد في بيتك، يبقى ده متعمد. ماليش دعوه هو يعرفني ما يعرفنيش، ده متعمد، ده مستهتر، ده سايق وهو شارب مخدرات، ده سايق وهو مش شايف قدامه. فحضرتك احنا بنطالب، ان احنا بنقول مش عاوزين اكتر من حقها. الدم بتاعها اللي مشي على الارض ونداس عليه وشيلته انا بايديا، دمها لسه في هدومي جوه وفي ايدي، دمها مش هيروح حضر، واحنا مع القانون لحد الاخر. دمها مش هيروح حضر، واحنا بنطالب كل اي حد محترم واي حد ربنا يعينه في اي كلمه حسنه لله ويتسيل عليها قدام رب العرش الكريم، ان يقول كلمه حسنه لله ويمشي في المشوار ده عشان نجيب حق الطالبه دي. انا حضرتك النهارده رايح ابلغ في الجامعه، عشان هي كانت الطالبه بتمتحن في ثالثه جامعه في الفرقه الثالثه. العميد بتاع الجامعه قال لي قسما بالله بهذا البق، قال لي قسما بالله من افضل الطالبات عندي هي دي. الامن وانا طالع، اخش في الامن وانا طالع، واللي الوحيده اللي ما كانتش تيجي بطابور. يعني لما مشرف امن في جامعه كامله يقول لك هي الوحيده اللي ما كانتش بتروح ببنطلون، يعني برضك انا بنتنا الحمد لله لما تتركن تقف في مكان في محطه وعربيه وجرار بمقطوره تخش عليه والناس تثبت ان هم جايين من نص البرانيه، من بعد الكوبري، محطه اسمها محطه الكوبري، جايين الاثنين بيجروا قصاد بعض وداير مع ده وداير مع ده، وطريق مكسر زي ما حضراتكم شايفين وانتوا جايين. لو موتوسيكل معدي هيموتوه، لو عربيه جاي فيها ركاب وجاي فيها ناس جايه من اكل عشه هيموتوها، وكلنا موظفين وكلنا بنمشي على الطريق. فحضرتك ده موقف مش انساني، وموقف بنطالب بيه كل المسؤولين بقله الرحمه. انا ربنا اللي بيقول ولا تاخذكم في دين الله رأفه، ولا ما فيش ده اصل ده موقف ما ينفعش فيه استهزاء ولا استسهال. ده روح، والروح طالما اخذت عامده يبقى لا يؤخذ قبالها الا روح. النفس بالنفس، احنا بنطالب عاوزين قصادها اللي قتلها يتقتل. واللي اخر مره ايه اتكلمت معاك قالت لك ايه؟ اخر ايه كانت حضرتك جات لي من فتره، يعني من شهرين او شهرين ونص كده، او بدات معايا من 3 شهور، وقالت لي يا عم انا عاوزك تحفظ لي القران. قلت لها حاضر يا حبيبتي. بدات معاها من شهرين، وكان معادي معاها، كانت اخر لقاء معاها، اخر كلمتين معاها قالت لي يا عم ان شاء الله بعد ما اخلص الامتحانات اسمع لك، لان ربنا كرمها في خلال الشهرين دول كنت انا حفظتها 10 اجزاء. قالت لي ان شاء الله بعد ما اخلص الامتحانات ان شاء الله تراجع لي 10 اجزاء عشان نبدا في الجديد في 10 اجزاء. وكنا متوعدين ان شاء الله وخلاص امر ربنا نفذ. بس احنا بنطالب بحقها، مش عاوزين اكتر من حقها، لان ده مش قتل خطا. واحنا مش برضك المأمور محمد بيها وزن قمه رام، قمه الاحترام، وقمه الامان، وقمه الاخلاق، وقمه الرجوليه، ومش واقفين في صفنا حضرتك، واقفين في صف الحق. راجل بيطالب بالحق. يعني امبارح كانوا امبارح لما عرف ان ابو الشاب اللي هو جاي المفروض هو اللي يبقى في الحبس او في المكان ده، هو اللي رايح مكانه عشان خاطر ابنه هربان من الجيش والمشاكل الله اعلم بقى وراه تاني، فرايح مكانه. سياده المأمور محمد بيه ابو العزم لما عرف عمل كل اللازم،
راجل قمه الامانه، واحنا بنحييه كلنا